رواد ورائدات السينما المصرية. أمينة رزق أم الفنانين، عذراء السينما المصرية، كلها ألقاب لاسم واحد، ولسيدة ولدت كي تكون ممثلة، وأحد أهم أعلام الفن المصري في القرن الماضي، حيث أن رحلتها مع السينما تمثل عمر هذه السينما نفسها في مصر، وكذلك المسرح الذي ظلت في رحابه منذ اكتشافها وهي بنت 12 من عمرها على يد الحبيب الأوحد الذي لم تناله، يوسف بيك وهبي، وهي أيقونة للفن العربي وصاحبة تجربة ثرية في محراب الفن، وامتد عطاؤها على مدار 70 عاما تعاونت فيها مع مختلف الأجيال. هي أمينة محمد رزق الجعفري، التي ولدت في 15 من أبريل عام 1910 بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، الابنة الوحيدة لوالد يعمل تاجرا للدقيق، والتحقت بالمدرسة الابتدائية هناك عام 1916، وكانت تشاهد السيرك في احتفالات مولد السيد البدوي، وبسبب ذلك تعلقت بالفن، لكن والدها توفي بعد عامين، فانتقلت مع والدتها إلى العاصمة القاهرة لتلتحق بمدرسة ضياء الشرق الابتدائية، وكان عمرها 8 سنوات. صعدت أمينة لأول مرة على خشبة المسرح عام 1922 وهي في 12 من عمرها، حيث اشتركت مع خالتها الفنانة أمينة محمد، والتي كانت تكبرها بعامين فقط، في الغناء مع الكورال في إحدى مسرحيات فرقة علي الكسار برود الفرج، وانتقلت للعمل مع فرقة رمسيس المسرحية التي أسسها عميد المسرح العربي يوسف وهبي عام 1924، فظهرت ممثلة لأول مرة في مسرحية راسبوتين، وكانت هذه هي بدايتها المسرحية الحقيقية، وبدأ الاعتماد عليها في معظم الأدوار النسائية للفرقة. وعندما حل يوسف وهبي فرقته المسرحية عام 1944 انضمت إلى الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى، وعندما ظهر المسرح القومي انضمت إليه عام 1958 هي ومن تبقى من أعضاء فرقة رمسيس، وأصبحت إحدى بطلاته المرموقات، وقدمت مسرحيات عدة منها مجنون ليلى، بداية ونهاية، طعام لكل فم، أولاد الفقراء، بنات اليوم، عطيل، رجل الساعة، والدنيا مسرح كبير. تمثل رحلتها مع السينما عمر هذه السينما نفسها في مصر، حيث قامت بدور في ثاني الأفلام المصرية قبلة في الصحراء الذي عرض عام 1924، إلى أن شاركت في التمثيل بأول فيلم مصري ناطق وهو أولاد الزوات الذي أنتجه يوسف وهبي عام 1932، وتلاحقت بعدها أدوارها على الشاشة الفضية، وبزغ نجمها ونجحت باقتدار في أن تفصل بين أدائها المسرحي والسينمائي، وبدأ ذلك في أفلامها التي قامت ببطولتها مثل فيلم الدكتور عام 1939، ووصلت مشاركتها إلى رقم اختلف في حصره لضخامته، واختير بعض أعمالها مثل دعاء الكروان عن رواية لطه حسين من بين أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. نجحت أمينة في أداء أدوار درامية معقدة يغلب عليها الطابع المأساوي الحزين، كما اشتهرت بأداء دور الأم لمدة طويلة بدءا من عام 1945 من خلال فيلم الأم، ولم تكن تجاوزت 35 عاما من عمرها، وقدمت الدور في أفلام منها بداية ونهاية، أنديل أم هاشم، المجرم، التلميذة، وبائعة الخبز، حتى أطلق عليها أم الفنانين، وكذلك دور الزوجة العاقلة والمضحية من أجل أبنائها، وعرفت بجديتها أثناء العمل وانضباط مواعيدها. ومن أهم أعمالها السينمائية أفلام الدفاع، الدكتور، قلب المرأة، مصطفى كامل، شيء من الخوف، بائعة الخبز، الشموع السوداء، التلميذة،
المولد، التوت والنبوت، شفيقة القبطية، البؤساء، وأريد حلا. ارتبطت بفرقة رمسيس ارتباطا كبيرا، ومثلت في أغلب مسرحيات يوسف وهبي الذي ارتبطت به أستاذا وفنانا وممثلا، ولم يتزوجها رغم حبها الشديد له، ولكنها لم تبح له يوما بهذا الحب. هذا الحب وصل بها إلى أن تنكرت مرة في زي خادمة لتلعب دور مرسال الغرام بينه وبين إحدى حبيباته، فقد كانت تلك السيدة متزوجة، ورغم ذلك تجمع بينها وبين يوسف وهبي قصة حب كبيرة، وظلت أمينة توصل لها رسائله الغرامية حتى تم طلاقها من زوجها وتزوجها وهبي في النهاية. بلغ رصيدها المسرحي 210 مسرحية، ونجحت أيضا في الأدوار الكوميدية، ومنها دورها في مسرحية إنها حقا عائلة محترمة، والتي عرضت عام 1979 مع فؤاد المهندس وشويكار، كما شاركت في مسرحية السنيورة تكسب عام 1985، وآخر أعمالها كان اشتراكها في مسرحية يا طالع الشجرة للأديب الكبير توفيق الحكيم قبل عدة أشهر من وفاتها. ورفضت في سنواتها الأخيرة فكرة الاعتزال رغم حادث السيارة الذي تعرضت له وأصابها بكسور في ساقها. حصلت على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وعينها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك نائبة في مجلس الشورى عام 1991 بعد أن بلغت 80 من العمر، ودخلت في صدام شهير مع وزير الثقافة آنذاك فاروق حسني اعتراضا على التقارير التي كانت تخالف واقع تدهور أحوال المسرح في تسعينات القرن الماضي. في آخر عقدين من حياتها انحصرت أدوارها محددة في شخصية الجدة أو كبيرة العائلة، حتى توفيت الفنانة أمينة رزق يوم 24 من أغسطس عام 2003 عن عمر يناهز 93 عاما، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، وشيعت جنازتها من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بالجيزة.